السلام عليكم ومرحبا بكم. يشهد ملعب الحسن الثاني بمدينة بن سليمان حركية غير مسبوقة في وتيرة الأشغال، حيث تتواصل الأعمال بوتيرة متسارعة وبجهود مكثفة ليلا ونهارا، في أجواء يطغى عليها الحماس والتفاني من قبل الفرق التقنية والهندسية المشرفة على المشروع. ويأتي هذا النشاط المكثف في إطار الاستعدادات الجارية لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030، إذ يعد هذا الملعب من أبرز المشاريع الرياضية الكبرى التي تراهن عليها المملكة المغربية لتقديم صورة مشرفة عن البنية التحتية الوطنية. ويهدف هذا الصرح الرياضي إلى أن يكون منشأة عصرية بمعايير دولية تجمع بين التصميم الجمالي والتجهيزات التقنية الحديثة، بما يعكس طموح المغرب في ترسيخ مكانته كوجهة رياضية عالمية.